مؤخرا كده في حالة من اليأس والحزن والبؤس والكآبة الغير طبيعية، استروهات حزينة 24 ساعة. مش عارف ايه صراحة، مع ان الدهب بيرخص رغم انه لسه اغلى من مرتبك، بس عديها يعني. الدهب اللي بيرخص بس الواحد مش عارف يجيب جرام نحاس. السعادة من أكثر الحاجات المعقدة اللي الإنسان حاول يفسرها على مر التاريخ. والفلاسفة فلساء والفلاسفة حاولوا يفسروها بعدة معاني، ولكن كلهم كانوا بيوصلوا لمعنى واحد. فعندك أرسطو قال: السعادة هي الحياة وغايتها، وهي الهدف النهائي للوجود الإنساني. وعندك الأستاذ سقراط هو كمان بيقول لك: سر السعادة ليس في طلب المزيد، بل في تنمية القدرة للاستمتاع بما لديك. سيبك بقى من كل الكلام ده، تعال نبص لأرض الواقع. دلوقتي في ناس عندهم فلوس وعندهم سلطة وعندهم جاه وعندهم كل حاجة، لكنهم برضه غير سعداء. لكن ايه السبب؟ يعني تخدم معاك كل حاجة وما تبقاش سعيد؟ انت مجنون يا ابني ولا إيه؟ ما علينا. وعلى سبيل المثال عندك الناس اللي في سويسرا مثلا، الناس ما شاء الله مرفهين، عندهم كل حاجة، استمتعوا بكل حاجة تقريبا، فمن كتر ما جربوا كل حاجة زهقوا من الدنيا وقال لك يلا بينا ننتحر. طبعا كلام يعني بعيدا بقى عن كل الكلام اللي فات والعبث اللي الفلاسفة ساعات بيقعدوا يقولوه. في حاجة لازم ناخد بالنا منها، إن أنا أو أنت كشخص مسلم في دين بيربطك، ولازم تبقى عارف إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإحنا يا صديقي للأسف الشديد بقينا عشان نستمتع بنعمل كل حاجة ممكن تغضب ربنا. على سبيل المثال مثلا الشخص اللي بيروح عشان يتجوز، راح يعمل فرح في قاعة واختلاط والكلام الفارغ ده كله، فبالتالي هو أصلا بدأ الموضوع غلط. فإزاي مثلا ممكن ربنا يوفقه في إن العلاقة دي تتم بشكل كويس أو دون مشاكل؟ طبعا ربنا يعني بييسر الأمور، ولكن مش معنى إن ربنا بيسهل الدنيا إن إحنا كل مرة بنتمادى. فمثلا تلاقي شخص قاعد بيشتغل وبيطبق وبيحوش عشان يروح يجيب آيفون ب30,000 ولا بتاع، وهو أصلا ما يعني إيه كل يعني إيه آيفون. فللأسف الشديد إحنا بقينا ندور على السعادة في كل حتة وهي قدامنا، بس إحنا اللي مش واخدين بالنا. فمثلا بنفكروا إن السعادة في الهدوم الكتير أو في اللايكات الكتير أو في إن إحنا نخرج كتير، مع إن إحنا في الواقع مش بنستمتع باللحظة دي، إحنا بس عايزين نوري الناس إن إحنا سعداء، وإحنا في الحقيقة غير ذلك. عشان كده يا صديقي، لو عايز تعرف أنت ليه ما بقتش مبسوط زي الأول، أو ليه عامة في كل الحالة من اليأس والكآبة المنتشرة دلوقتي دي، راجع نفسك وشوف نفسك. هل انت محافظ على الصلاة؟ هل انت بتعمل معاصي كتير؟ لان المعاصي دي سبب من اسباب الحزن والكآبة اللي احنا بنشوفها دلوقتي. وللأسف الشديد احنا بقينا معتادين على كمية معاصي غير طبيعية، يعني يكفي السوشيال ميديا لوحدها. وبس كده، سلام.